بين بيسان إسماعيل وميس دعاء واضح، وكل واحدة عندها شخصية وطريق مختلف تماماً. بيسان إسماعيل بلشت مشوارها من الغناء، وصوتها لعب دور كبير بشهرتها. قدرت تلمس إحساس الناس بأغانيها وحضورها العفوي، ودايماً بتحاول تكون قريبة من جمهورها وتشاركهم لحظات من حياتها سواء الحلوة أو الصعبة. بيسان بتركز أكتر على الفن، وبتحب توصل مشاعر صادقة بدون تصنع، وهذا الشيء خلاها محبوبة عند شريحة كبيرة من المتابعين. أما ميس دعاء فنجاحها كان واضح على السوشيال ميديا، محتواها جريء وواثق، وبتعرف كيف تخطف الانتباه وتعمل ترند. بتركز على الجمال، الإطلالات واللايف ستايل، وعندها حضور قوي، وبتحب تكون دايماً تحت الضوء. شخصيتها بتبين قوية وما بتحب القيود، وهذا الشيء خلاها تميز حالها عن غيرها. بالنهاية ما في مقارنة مين أفضل من مين، لأن كل واحدة نجحت بطريقتها. بيسان بالفن والإحساس، وميس دعاء بالحضور والقوة على السوشيال ميديا، والاختلاف هو سر تميزهم. انتوا أقرب لأي ستايل؟ بيسان بإحساسها وفنها، ولا ميس دعاء بجرأتها وحضورها؟